يا وين خلي يسوي مشروم مقلوبه. بسم الله. جدر عندنا هنا حار. اول شيء راح نحط شويه زيت وراح نضيف فوقها شويه هوايه زبده. ثم راح نثرمه حلقات كلش خفيفه. خلي هنا البصل بعد ما ذاب الزبده تقليبه سريعه. بس راح ناخذ الثوم مالتنا ونخليه فوق البصل. شويه هوايه ملح شويه هوايه فلفل اسود. هنا راح نستعمل زعتر او ثايم. نحمسهم كلهم مع بعض. تمن مصري منقوع ومغسول راح نخليه فوقاهم. نقلب كل شيء مع بعض. راح نخلي فوقها مرق مال دجاج. عندكم مي خلوا عادي مي. راح نغطيها ونخلي التمن يطبخ على راحته بحيث يصير عندنا حبايه درجه اولى. هسه راح نسوي الصوص والحشو مالتنا. راح نسوي مثل ستراغونوف ستايل. نجرب. جدر عندنا راح نخلي شويه هوايه زيت. راح نخلي فوقها زبده ونخليهم يذوبون مع بعض. راح ناخذ الثومايه نضربها هيك. هذا كافي. راح ننعمهم شويه. ناخذ الثوم مالتنا وراح نخليه بالزبده. شويه عندنا هنا بصل بدايه الصوص نخليها ويا الزبده والثوم ونقلبهم زين. صدر مال الدجاج راح نقطع شرايح بهالطريقه هاي شويه زاويه. ناخذ الدجاج وراح نخليه بالثوم والبصل والترتيبات مالتنا على نار هاديه بحيث يشرب كل هاي النكهات. الغراض راح نغسلها كلها راح نجمعها هنا. ناخذ الفطر وراح نقطعه على شكل شرايح خفيفه. هاي الشريحه المضبوطه. تقريبا الدجاج مالتنا استوى. راح نشيل الفطر وراح نخليه فوقه. الفطر مالتنا راح يسحب كل هاي النكهات. نحط فوقها شويه هوايه ملح شويه فلفل اسود شويه زعتر بري شويه جوز الطيب ونخليهم يطبخون خلطه سريعه. اهم شيء احنا ما نريد نخلي بيه لون يبقى لونه فاتح. انا عندي شويه خردل وشكو شغله نغسلها راح نخليها هنا. بس راح نخلي فوقها كريمه طبخ ويا الصوص مالتنا راح نخلي جبن بارميزان. نعطينا ملوحه وطعم كلش مركز. راح نطبخه الى ان يثخن كلش زين والمي كله يتبخر من عنده. هسه راح نقول لكم ايش راح نسوي بهذول. يا وين راح نستعمل غسالة الصحون مايديا من شركة الحافظ نزلنا اياها. الاطباق صفيناهم كلهم داخل الغسالة. خلينا هاي القوالب مال الكيك هم عندنا زايدة عندنا سوالف زايدة لميناها. نحط بيها كل الغراض. نفتح الباب هذا ناخذ هذه الكبسولة نحطها هنا نسد الباب نسدها. انا ما راح استعمل هذه حتى اشغلها. راح استعمل الابلكيشن. شوفوا شلون الغسالة مربوطة اونلاين. راح نفتحها وراح نختار ستارت. اشتغلت جدا شيكها شغالة ممتاز. جدر هذا مالتنا راح نخلي بيه المقلوبه. دهنته بشويه زيت. اول شيء راح نخلي الصوص مالتنا مع الدجاج. نخلي كميه زينه. نجيب التمن مالتنا هدرناه كل زين. هسه نحطه فوق الصوص مالتنا. ننطي دوسه خفيفه بحيث كله يقعد زين. مقلوبتنا صارت جاهزه. باشون جدر ممتاز. صار وقت نقلبهم على الصحن مالتنا. راح نخليه هنا حاره 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 1 2 3 نقلب. مقلوبه بالمشروم والفطر والدجاج. خلي فوقها بصل مقرمش ربع طن صنوبر وراح نخلي فوقها شاي. ناخذها نوديها على الشباب يذوقوها. مانو فاستنج نو كم تيك. Now tell me what you think. This was mushroom مقلوبة. حبيبي slowly. Thank you very much. خلص الوقت راح نفتح الباب. ايوه ما شاء الله راح كل شيء يلمع. شوف الغلاص حار همينه لان اعتقد بيها ستيمينج حتى تنشف. ممتاز.